ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ في الفيديو ده هشرح لك انواع الفيك باس. عندنا في الفيك باس 3 انواع، بس اهم حاجه خد بالك ان كلهم بيتعملوا من وضع الثبات، وكلهم محتاجين لاعب يكون 4 نجوم مهاره. تعال الاول اوريك الفيك باس العاديه على الجويستيك. نكبر الجويستيك ونشوف الفيك باس ازاي بنعملها. مبدئيا كده بس انا بجري بالار 1 اللي هو ده، تمام؟ فلو انت بتجري بالار 2 يبقى بدل ما بين الار 1 والار 2 على حسب الشرح اللي انا بشرحه. فاول حاجه عندنا الفيك باس العاديه لازم تكون من وضع الثبات، فاللعيب هيبقى واقف كده مثلا، فهتعمل هولد على الزرار اللي انت بتجري بيه سواء الار 1 او الار 2. انا بجري بالار 1 فهعمل هولد عليه كده، هعمل هولد واعمل سكوير بعد كده اكس بالطريقه دي كده، سكوير اكس كده. دي الفيك باس. تعالوا نشوف اللاعب بيعملها ازاي. هولد على زرار السبرنت اللي هو ار1 او ار2. لو انت بتجري بالار2، انا بجري بالار1 فهعمل هولد على السبرنت كده، وهعمل سكوير بعد كده اكس كده اهو. دي الايه الفيك باس، اوكي، بالطريقه دي اهي. طيب، الاستخدام الاحسن للفيك باس بقى ان انت وانت بتعملها تطلع باتجاه يمين او شمال، فهتبقى بالطريقه دي. دول بقى النوعين بتوعها التانيين اللي اسمها فيك باس رايت او فيك باس ليفت. فمثلا انا ماشي كده فهقف اهو، مثلا اللاعب بتاعي انا ماشي، كنت ماشي ووقفت كده فهعمل كده اهو. بصوا هتبقى شكلها عامل ازاي. هتبقى كانه اكلوا 7 يعني كده. تاني مثلا عند الجون اهو هقف اهو وكده اهو. بصوا ال7 دي 7 خطيره يعني، 7 بتاعت شوارع. تاني دي فيك باس رايت او فيك باس ليفت اهو. كده هقف كده اهو. بصوا ال7 7 يعني جامده جدا بصراحه. تاني اهو كده. بصوا شفتوا ال7 دي 7 خطيره. بس كده يا معلم، جربها واكتب لي في الكومنتات بقى ايه رايك فيها. ولو اول مره تشوفني لايك وسبسكرايب وشير. سلام.